مساء الخير فانزاتي، وحشتوني. أنا مضطرة أرد وأنا في حالة ذهول وصدمة بخصوص السايكو المنافقة اللي كل ما تشوفني تقولي أنتي ديفا وآيكون وأسطورة، وكلكم شفتوها تقولي هالكلام بالفيديوهات. هي تتبلى علي وتسبني وتشتمني. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لأنك قاعد تتبلين علي وتظلميني قدام الناس. أنا ما راح أنزل لهالمستوى من السب والشتايم وقلة الأدب اللي هي قالتها، لأن أنا أكبر من كذي بوايد وأترفع عن هالمستوى، ولكن راح أرد بكل احترام ورقي، لأن من السهل أن الواحد يكون قليل أدب، ولكن من الصعب أن الواحد يكون محترم ويحترم الآخرين. أقسم بالله العظيم إن اللي صار إن أنا كنت عند روان الركيبي قاعد تحط لي روان ميك اب، ودخلت هي فجأة سلمت علي وهاي حليمة، واستأذنت وقلت لها عادي أصورك سناب ولا تبين بعد الميك اب؟ وقالت لي لا عادي، وقدام روان، وهذه روان قبل لا أصورها السناب دقيت على روان قلت لها روان أنا مصدومة أمانة، أنت كنتي واقفة أنا استأذنتها ولا لا؟ كانت تقولي مبلا والله قدام عيني استأذنتيها. قالت لي روان إيه والله قدام عيني استأذنتيها، وقالت لك إيه عادي، نفس ما استأذنت الفنانة الجميلة هنادي الكندري والفنانة الرائعة أحلام حسن. هذه روان شاهدة قالت لي أدري حليمة استأذنتيها قدامي، وسألوا الفنانات إذا في واحدة فيهم صورتها بدون علمها أو بدون استئذان. حتى روان قالت لي أنا أدري حليمة أنت مستحيل تطلع منك العيبة، بدليل أن أنا روان قلت لك لا تصوريني واحترمتي رغبتي وما صورتي. أقسم بالله العظيم وفي شهود على كلامي إن أنا صورتها برضاها، وإني استأذنتها، وإنها تدري إنها قاعدة تتصور سناب، وإن أنا ما جبرتها على التصوير، هي كانت تدري إنها قاعدة تتصور. يعني أنا حاطة الكاميرا بوجهها، يعني شايفة التليفون مرفوع وحاطة الكاميرا بوجهها، بما إن هي مسوية عملية بخشمها كان بإمكانها تقول لي حليمة بليز ما أبي أتصور، لا تصوريني، وأنا كنت بقول لها تم سمي، يعني ما له داعي كل هي كانت موافقة وبرضاها، وشافت التصوير والكاميرا بعينها، ووريتها الفيديوهات وكانوا عاجبينها. لكن اللي صار وهذا تحليلي الوحيد اللي خلاها تين وتستخف، الظاهر ان ثاني يوم قالوا لها شكلك يخرع، شكلك يلوع الجب، حطت اللوم علي. انزين اذا شكلك مو عاجبك، نفس الوقت لما وريتك الفيديوهات وشفتيهم قولي لي حليمة شكلي مو عاجبني مسحيهم، كنت مسحتهم على عيني وعلى راسي. بس لي ثاني يوم والناس بعدين لما قالوا لك شكلك فيك وما فيك قمتي تردحي لي وتسبيني السؤال يطرح نفسه ان انا بصورها بدون علمها، ليش يعني؟ انا باباراتسي مثلا، ولا هي حياة الفهد او سعاد عبد الله اللي راح تضيف لي مثلا، يعني بتسوي لي ضجة وبروباغندا؟ اعتقد الناس كلها عارفة ان انا مو محتاجة، وان انا مولعة الدنيا بلا غرور. لكن كالعادة هالسايكل جاءت مثلها مثل غيرها، إلا أنها تسوي شوشرة وضجة وبروباغندا على حسابي وعلى اسمي. عموما أنا ما أحب أعطيها الناس أكبر من حجمها، وتعودت على هالسوالف، ولو إنها كانت أخت عزيزة وبيننا عيش وملح، بس الظاهر هي حاشتها مشكلة في عقلها، ما أدري شنو بصراحة اللي خلاها تسوي كذي. أنا مو لاقية تفسير للي صار بصراحة، فعلا مو لاقية تفسير، مو لاقية غير تفسيرين، يا إن ثاني يوم قالوا لها شكلك يخرع فطلعت الحرة فيني، يا إن هي تبي تسوي ضجة على حسابي، ماكو تفسير. وفي شهود على كلامي إن التصوير بإذنها وبموافقتها، وأتوقع أنت راح تنبسطين كثير إنك تطلعين بسنابي، لأن أنت عارفة قوة سنابي وعدد المشاهدات. يعني سويت لك دعاية والحين تبين تكملين الدعاية بهالاسلوب الرخيص. عموما تعودت عليه وما تشوفين شر، وأنا ما راح أسب. أنا ما راح أسب مو لأني ما أقدر أسب، سهل جدا أني أرد لك كل سبة ب10 سبات، بس لأن أنا